النهارده حصل معايا موقف غريب جدا. الكابوريا دي انا اصطادتها امبارح من الميه وسبتها في الجردل ونزلت عمت، وبعدين طلعت لقيت ان الكابوريا طريت. فانا استغربت هي دي كابوريا ولا ايه، بقت شكلها كله ميه. المهم رميتها على الشط وقلت اي قطه تاكلها. لقيت النهارده جيت اقعد في نفس تقريبا المكان، لقيت الشكل دوت او السرطان ده بيحفر الحفره اللي انتوا دي بدايتها. عمال يحفر كده ويطلع الرمل، بصوا المنظر. بيطلع الرمل وبعدين يبعده عن الحفرة اللي هو بيحفرها، وبيسويه بإيديه كده، يعني يبطط إيده على الرمل يسويه، وينزل تاني يجيب رمل ويفضل يبعد عن الحفرة اللي هو بيحفرها. فضل كده نص ساعة بالمنظر ده، وأنا قاعدة عمالة بصوره بزوم من الكرسي، لأني لو قمت بيستخبى بينزل تحت أو بيجري بعيد عني. واللي قدامكم دي الكابوريايه مدفون نصها اهي، يعني جاي عليها شويه رمل كده. دي الكابوريايه اللي انا لقيتها ورميتها، لقيتها في نفس المكان اللي هو بيحفر فيه ده. فانا عماله اقول هو يعني بيحفر ليه او ايه، هو ده مش شبه ده اصلا. دي واضحه ان هي كانت كابوريايه، ودي شكل تاني مش كابوريايه. بصوا بتقف تطلع تاخد وقت كده، تفضل مش عارفه هي شايفاني، هي بص عليا، بصوا واقفه ازاي بتقف، تاخد نفس، بتتعب، بتراقب المكان. شوفوا بقى المعجزه اللي هتعملها. أنا خدت الكابورياية، شدتها ودخلتها تدفنها. وده كان بالنسبة لي إعجاز. أنا قاعدة قدامها أنا بعيط، لأن المنظر اللي أنا شايفاه ده. أنا كنت بسأل كتير يعني هو الغراب إزاي دفن؟ طب إحنا يعني عملية الدفن معرفش، أنا معرفش ده حصل كده إزاي. نزلت وحطيتها في الحفرة، وده شكلها. بصوا المنظر، أنا مصوراه هي لما بتيجي تطلع تقف. ودي الحفرة اللي هي حفرتها، عملت لها زوم ووقفت من بعيد وصورتها. الغريب إن هي سدت الحفرة تاني وهي جواها. بص هتتحرك تحت الرمل. يعني أنا قاعدة فجأة لقيت إن الحفرة اتسدت، وأنا ما لحقتش أصورها. وهي كانت هي عمالة تطلع رمل، قعدت ساعتين. سدت الحفرة وهي تحت الحفرة، يعني نزلت الرمل عليها هي. وقعدت تحفر كتير جدا حتى بعد ما نزلت الكابوريايه اللي كانت موجوده. قعدت الاول تحفر، فانا استغربت. هنا دول كانوا ثلاثه تانيين ماشيين على الرمل بيلعبوا. طبيعي ان هي المفروض ما تفضلش قاعده كل المده دي فوق لانها هتموت. هما بيطلعوا كده يلعبوا على الشط وينزلوا تاني في الميه. فاستغربت، دول لقيتهم الاتنين بيضربوا بعض. بصي واحده بتقول لها امشي لحسن حدفك بالطوبه تقريبا. انا طبعا لما شفتها كده قلت طب انا هقوم اشيل من عليها الرمل، يعني عشان تكون وقع عليها رمل غصب عنها فعايزه تطلع. انا قعدت احفر، ما لقيتهاش، لا هي ولا اللي كانت ميته. ومش مصدقه نفسي، طب ازاي انا لولا ان انا مصوره انا قلت